واحد من التمارين الاندر ريتد اللي ممكن يساعدك بشكل كبير في تطوير عضلات الجلوتس والكوادز، وفي نفس الوقت كمان ممكن يساعدك في تحسين الموبيليتي والاستابيليتي او المرونه والثبات بتاعه الجزء السفلي، وهو تمرين الكونترالاترال بلجيريان سبليت سكوات. وهو ممكن يستخدم كوسيله من وسائل التعزيز. خلونا نعرف ليه التمرين ده فعلا ممكن يكون من التمارين الكويسه جدا اللي ممكن تساعدك في التطور بتاعك. طيب خلينا نفهم ليه التمرين ده فعلا من اكتر التمارين الكويسه او الاكتر التمارين اللي ممكن تساعدك، ونيجي نحلله ونشوف الميكانيكس بتاعت الحركه اللي بتحصل فيه. طيب احنا هنا حبيت ان انا اجيب صوره ممكن او مقطع من التمرين يكون زي ما تقول فرونتال ساجيتال، هو لا منه ساجيتال ولا منه فرونتال قوي، بس نقدر منه نحلل كذا وضع. وجبت برضو مقطع للساجيتال بلان بحيث ان احنا يعني نحلل الوضع في الساجيتال بلان وفي الايه وفي الوضع. خلينا نشوف الوضع ده كده. ممكن نعمل هنا الماركب ونجيب اللاين ونشوف. اول حاجه عايزين نتفق على كلمه اللاين اوف فورس. يعني لاين اوف فورس او لاين اوف اكشن. اللاين اوف اكشن او لاين اوف فورس هو اتجاه المقاومه بتاع الجهاز او الدمبل او ايا كان. هنا احنا ماسكين دمبل، وده وفي الدمبلز هتكون الجرافيتي او هتكون الجاذبيه هي اللي بتشد الوزن ايه لتحت. فاحنا هنيجي نرسم اتجاه الجاذبيه او اتجاه اللاين اوف فورس. هناخده بالسهم ده، ناخده بالارو وناخده لتحت كده. قدر الامكان نحاول نخليه ايه فيرتيكال او خط رأسي او عمودي. تمام كده، حلو الكلام. طيب هنا الدمبل عايز ياخد او عايز يقلبني للجنب، عايز يوديني للجنب اللي هو رايح فيه، خصوصا ان انا ماسك في ناحيه واحده بس. وانا كنت بتكلم ان هو الكونترا لاترال لودد، او ان هو انت ماسك الدمبل في ناحيه واحده بس. فمسكتك للدمبل في ناحيه واحده بس هتبقى عايزاك تاخدك للناحيه دي، على عكس لما تكون ماسك في الناحيتين. على انت ماسك الحاجه في الناحيتين فانت متوازن الى حد كبير. لكن لو انت ماسكه في ناحيه واحده فهو في الغالب، او هو كده كده الدمبل عايز ياخدك للجانب ايه اللي هو فيه ده. طيب ده هيعمل تشالنج على ايه؟ لو جينا نتخيلها انت واقف وماسك دمبل في ناحيه واحده بس. العضلات زي الجلوت ميديوس اللي على الرجل في الارض، الجلوت ميديوس هتكون شغاله بشكل كبير جدا عشان تعمل لك الاستابيليتي. وفي نفس الوقت كمان عضلات الكيو ال وعضلات اللي موجوده برضو في الكور هتكون شغاله بشكل كبير عشان تحميك من، او مش تحميك، او ان هي تتجنب ان انت تقع الناحيه الثانيه. الدمبل بتحاول تاخدك او توقعك ناحيتها، والعضلات اللي موجوده على الجنب الثاني هي بتحاول تخليك تتجنب ده، او بتشتغل باقصى ما عندها، بتشتغل ان انت ما تقعش على الجنب ايه على الجنب الثاني. طيب ده بيحصل امتى؟ لو جينا نتخيل مثلا في الجيت سايكل. احنا الجيت سايكل ممكن نقسمها فيزز. عندك انيشال كونتاكت، لودنج ريسبونس، ميد ستانس، تيرمينال ستانس، بري سوينج، انيشال سوينج، ميد سوينج، تيرمينال سوينج. واحنا مش عايزين السوينج فيز، احنا بنتكلم على الستاندنج فيز، او اسف على الستانس فيز. هتكلم على السنجل لمب سبورت، او هو ان انت في الفتره اللي بتكون فيها واقف على رجل واحده وبتعمل ترانزيشن عشان تنتقل في نهايه مثلا من الميد ستانس عشان تروح للتيرمينال ستانس. انت بتكون محتاج البروبالشن. او نشوف الموضوع مثلا من الناحيه الباثولوجيكال، او الناحيه ان مثلا ممكن يكون حد عنده مشكله. ايه هي اكتر مشكله بتكون كومن لما تكون الجلوت ميديس ضعيفه؟ مثلا هي الترند لمبرج جيت، او الناس اللي هي تلاقيها ماشيه اول ما تيجي في السنجل لمب سبورت تلاقيها بتقع. هي نفس الفكره بالظبط. الشخص اللي عنده مثلا وليكن جلوت ميديس الشمال ضعيفه وهو واقف على الشمال هتلاقيه بيقع ناحيه اليمين، لان الوزن ناحيه اليمين بيزقه او بيسحبه الناحيه دي. فخلاصه الكلام من حيث التمرين ده في الفرونتال بلين هو بيساعدك على الاستابيليتي بشكل كبير جدا. ومن حيث الموبيليتي هو ممكن نقول من الرجل اللي ورا انت ريكتس فيمورس بتعمل لها ستريتش الى حد ما. وفي نفس الوقت كمان انت بتروح في رينج كويس جدا على الستانس على الرجل اللي في الارض. فانت بتروح في رينج كويس جدا. وبرضو اتجاه الدمبل ده ممكن يسمح لك في انك تعمل انترنال روتيشن احسن، فتحسن الموبيليتي بتاعت الايه الرجل اللي على الارض. فمن الاخر بيساعدك في تحسين الاستابيليتي. لو بنتكلم على الفرونتال بلين بيساعدك في تحسين الاستابيليتي، بيساعدك في تحسين الموبيليتي. وفي نفس الوقت بيدي برضو الرجل اللي ورا شويه ستريتش على ايه على الار اف. فبالتالي ممكن يكون من ضمن الاوبشنز الكويسه اللي تساعدك في ان انت تحسن ستابيليتي وموبيليتي، سواء على الرجل اللي قدام او الرجل اللي بتلعب عليها، او الرجل اللي ورا اللي هي الرجل اللي بتعمل لك السبورت ورا على ايا كان الاداه اللي انت تستعملها. واحسن حاجه تستعملها انك تحط مثلا وليكن سميث زي ما انا حاطط، وتحط عليه الفوم باد دي، او تستعمل او الباد بتاعت الليج اكستنشن او الليج كيرل لو انت الجيم بتاعك بيسمح، او الباد دي عندك تستحمل. طيب ده هنا صوره او مقطع من السيجيتال بلين بسيط جدا. انت بكل بساطه احنا بنتكلم تورك ايكوال فورس في مومنت ارم. فهنا نتكلم ان احنا نرسم المومنت ارم اللي هو اقرب مسافه عموديه ما بين اللاين اوف فورس والجوينت اللي بيتحرك. فاحنا نيجي نرسمها ازاي؟ نعمل الايديت بتاعنا ونعمل الايه المارك اب بتاعنا ونمسك نعمل اللاين اوف فورس اهو تقريبا. ونرسم بقى المومنت ارم. ممكن مثلا نرسمه باللون الاخضر
تمام. لا مش ده، بس مش مهم. تمام، المومنت ارم هو الخط العمودي ده على الني جوينت. هو مخستع شويه، ممكن نعمله كده. يا دي النيله. تمام. ده على الني جوينت. طيب على الهيب جوينت، انت ملاحظ ان الشخص مميل بقدام، مميل بجسمه لقدام شويه، ودي هي دي عشان كده الناس بتقول لك ايه، العب لو انت عايز تستهدف الجلوتس مايل بجسمك لقدام شويه عشان تقدر تستهدف الايه. لو انت عايز تستهدف الجلوتس في البلجيريان سبليت سكوت. يا دين امي، ما تمسحي بقى، مش مهم. فنرسم المومنت ارم اللي واقع على الجلوتس، هي دي مثلا من هنا لهنا مثلا. فانت هنا شغلت الكوادز والجلوتس بشكل كويس جدا من ايه، من حيث الساجيتال بلين. في الكوادز هتعمل ايه؟ انت رايح بتنزل في فليكشن وطالع الاكستنشن، بتأدي وظيفه الايه، بتأدي وظيفه الكوادز الاساسيه. وهنتكلم على الجلوتس، انت بتعمل هيب اكستنشن، انت بتنزل في هيب فليكشن وطالع في هيب اكستنشن، فبالتالي برضه انت بتعمل وظيفه الجلوتس الايه الاساسيه. وانت لو زي، وهكرر تاني ان انت الرجل اللي ورا بيتعمل عليها ستريتش. الريكتس فيمورس بتعمل عليها ستريتش لانها بتعدي على مفصلين، المفصل لانها بتعدي على مفصلين، والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، مفصل الني ومفصل الهيب. فانت بتعمل لها ستريتش الى حد ما على الرجل اللي ورا، والرجل اللي قدام انت بتعمل او بتمرن بشكل اساسي الكوادرسبس، وبتمرن برضو بشكل اساسي الايه الجلوتس. هل ده احسن تمرين انت تتمرنه للريكتس فيمورس؟ مستحيل، مش احسن حاجه. بس الى حد ما هي بتتفاعل، الى حد ما بيحصل عليها ستريتش. وفي بعض الدراسات بتقول لك ان الاستريتش هو حاجه من الحاجات اللي الاستريتش نفسه هو من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدك في انك تعمل ميكانيكال تنشن، لانه بيفعل الميكانيكال ريسبتورز بشكل ايه، بشكل كويس، تطرق في الميكانيزم. وده ممكن يكون فيديو ايه لوحده نتكلم فيه عن الموضوع ده. نلقاكم في تمارين تانية. انا عارف ان انا هرست التمرين ده، بس انا قلت ايه ان احنا نعمله في شكل فيديو، شكله نضيف شويه، لان كنت عملته في بوست كان من سنتين، و وعملته فيه شورت، بس الشورت كان معفن، فقلت نعمله بشكل ايه انضف شويه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وريبوست او شير او ايا كان، والسلام عليكم.